واخيرا ازاي تطور الانجليزي بتاعك او ازاي تطور اي لغه كمان. النهارده هشرح لك السكيلز بتاعت اللغه وهفصص لك يعني ايه لغه اصلا، خليك تعرف ازاي تطور كل سكيل في اللغه وازاي تعرف نقط ضعفك وتحسنها. وفي اخر الفيديو هقول لك ايه الخطه اللي انا مشيت عليها اللي حاولتني في 20 يوم بس من A2 للسوليد B1. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك عبد الله احمد ويلا بينا نبدا. خلينا متفقين ان اي لغه في الدنيا هي عباره عن حاجتين اساسيتين اللي هم الانبوتس المدخلات والاوتبوتس. الانبوتس اللي هي الحاجات اللي انت بتسمعها او بتقراها، والاوتبوتس الحاجات اللي انت بتكتبها او بتقولها اللي هو السبيكنج. خلينا نمسك كل واحده فيهم واقول لك ازاي تطورها وازاي تشتغل عليها. اول حاجه وهي الليسننج ده اهم حاجه في اي لغه، لان انت بتسمع منها ازاي الناس الطبيعيين بيتكلموا، ايه الكلمات اللي بيقولوها، وبتتعلم فريزل فيرس بقى وايديومز وبتتعلم كلمات جديده طول ما انت بتسمع. فاهم حاجه الاستماع، لان من غير انبوت انت مش هيبقى فيه اوتبوت. اصل انت هتخرج ايه لو انت ما عندكش اصلا حاجه تطلعها؟ فاهم قصدي؟ فبكل بساطه انت محتاج ايه عشان تطور الليسننج بتاعك؟ ان انت تبراكتس listening. يعني ايه براكتس listening؟ يعني انا اشوف المستوى بتاعي قريب من ايه. انا قريب من A1، انا قريب من A2، انا قريب من B1، قريب من B2 whatever. شوف فيديوهات تكون انت فاهم 60 70% منها او اكتر، بس انا ارشح انك تكون فاهم 60 70% منها، لان اي فيديو هيكون صعب عليك شويه في نفس مستواك او اصعب شويه، ده الفيديو اللي فعلا هيخليك تتطور، ده الفيديو اللي فعلا هيخليك تتعلم حاجات جديده. فده بالنسبه للجزء بتاع الانبوت اللي هو الليسننج، وكمان الريدنج بينطبق عليه نفس الكلام بالظبط. جزء الاوتبوت اللي هو الرايتنج والسبيكنج، الاثنين برضو بيحتاجوا ممارسه، بس الاثنين دول عشان انت تعرف تظبطهم انت محتاج تظبط كذا حاجه. الاول اول حاجه ان محتاج يكون عندك حصيله لغويه، محتاج يكون عندك كلمات كتير عشان لما تحب تعبر عن حاجه تقدر تعبر عنها. طب ازاي يا عبد الله اكتسب الحصيله اللغويه دي؟ هقعد احفظ في كلمات واعرف ان يحب يعني لاف، فيزيت يعني يزور والكلام ده؟ لا طبعا، الكلام ده شغل اكاديمي وطريقه كانت غلط جدا، وبتخليك تعمل حاجه اسمها ترانزليشن. انت مش عارف تثينكينج ان انجلش، انت مش عارف تتكلم بشكل تلقائي وتريتش الفلوينسي عشان انت اصلا متعود انك بتترجم من العربي للانجليزي. في حته ان انا احفظ الكلمه عربي بترجمتها للانجليزي ده غلط بتاتا، واحنا مش عايزين نعمل كده. هعمل ايه يا عبد الله؟ بص يا سيدي، انت عشان تطور اي لغه انت عامه هتمارس الاربع مهارات اللي هم الريدنج والرايتنج والليسننج والسبيكنج. طبعا انت بتعمل ليسننج كل يوم، فانا عايزك تختار كلمتين او ثلاثه بس من اللي انت هتشوفهم، هم دول اللي تحفظهم وتتعلمهم. طب ازاي اختار الكلمات دي يا عبد الله او بناء على ايه؟ بناء عن حاجتين. الحاجه الاولى كلمه شدتك. انا شفت كلمه امباثي، فالكلمه دي شدتني، انا عايز اتعلم يعني ايه امباثي، انا بسمعها كتير بس انا مش فاهم يعني ايه الكلمه دي، فشدتني. فالكلمه دي اتعلمها، لان الكلمه دي عمرك ما هتنساها، اي كلمه بتشدك مش هتنساها. تاني حاجه كلمه بتتكرر كتير قوي، يعني على سبيل المثال كنت بسمع فيديو وكل شويه انا عمال يقول جيني وان جيني وان لي جيني وان جيني وان لي جيني وان جيني وان لي، فانا عايز اعرف يعني ايه جيني وان دي، فعملت سيرش على الكلمه دي واتعلمتها، وهعلمك دلوقتي ازاي تعمل سيرش عن الكلمه دي وازاي تتعلمها من غير ما تحفظ عربي وانجليزي. خلاص يا عبد الله، انا كده عرفت ازاي اختار الكلمات اللي هدخلها في الحصيله اللغويه بتاعتي. طب ازاي اعرف معاني الكلمات ديت وازاي استخدمها من غير ما اترجم؟ ما انا كده مش هبقى فاهم معناها. بص، انت بكل بساطه هتاخد الكلمه دي وتروح على تشات جي بي تي، جيميناي، اي اي في الدنيا، وتقوم جاي قايل له اشرح لي الكلمه دي بانجليزي مبسط. شرح لك الكلمه، ما فهمتهاش قول له خلي كلامك ابسط، ما فهمتهاش قول له اديني امثله، ويمين شمال هتفهم. لو انت بتقول اي جو تو سكول باي باص ورحت للجات جي بي تي يعمل لك الكلام ده مع اي كلمه هتفهم الكلمه. كده خلصنا جزء الكلمات. طب ازاي اعرف نطق الكلمه الصح؟ اول حاجه انت اصلا سمعتها تمام، فانت عارف نطقها الصح. طب لو انا نسيت، او لو انا مثلا عايز استخدمها مثلا في سياق تاني، او لو الشخص كان متعصب او ايا يكن، ازاي اتعلم نطق الكلمه لو انا ما اعرفهاش؟ هتخش بكل بساطه على موقع اسمه موقع يوجلش، وتكتب الكلمه اللي انت عايزها، الاكسنت اللي انت عايزها، وتسمع، سواء انت عايز امريكان، بريتش، او اي حاجه تانية. حلو، عرفنا نطق الكلمات ودخلنا حصيله لغويه. ازاي بقى نطور السبيكنج عندنا؟ بكل بساطه انت عشان تريتش فلوينسي او تطور السبيكنج عندك انت محتاج انك تبراكتس ده كل يوم. بس قبل ما تمارس السبيكنج انا محتاجك انك تعمل حاجتين الاول، حاجه اسمها تانج تويسترز وحاجه اسمها شادوينج. تانج تويسترز دي اللي هي زي ارنب متمرن انور وارنب انور في منورنا. طب دي ايه لازمتها يا عبد الله؟ التانج تويسترز دي لازمتها ان هي هتخليك تعرف تظبط الاصوات، تعرف تفرق ما بين البي والبي، تعرف تنطق التي اتش ساوند، تعرف تنطق الفلاب تي، وهكذا. مثال بيري بارا بيري بارا بدا بارا بيري بوز بيري، سو بيري بارا بيري بارا تميك بيري بارا بيرر. التانج تويسترز دي هتخليك بدل ما انت بتقول بيتر هتخليك تقول بيتر، وهتخليك بدل ما انت بتقول comfortable تقول comfortable، هتخليك بدل ما انت بتقول principal principal،
هتخليك تظبط الاصوات بتاعه الحروف. ازاي لقيت تانج تويسترز دي؟ بكل بساطه انت ممكن تعمل ريسيرش على جوجل تانج تويسترز لاي مستوى وهيقابلك عادي 3000 تانج تويسترز، او ممكن تسال تشات جي بي تي او اي اي برضو ان هو يبعت لك تانج تويسترز تكون متناسبه مع مستواك. ماشي، خلصنا من الاكسنت. ازاي بقى الضم الكلام؟ ازاي اتكلم فعلا زيهم؟ اعمل حاجه اسمها كونكتد سبيش، ان انا ادخل 3 4 كلمات في بعض في حاجه واحده بس وكاني بقول كلمه واحده. هنا هنيجي للحاجه التانية اللي قلت لك عليها واللي هي الشادوينج. يعني انت هتشوف فيديو من نيتيف سبيكر وتتكلم معاه بالظبط. في 3000 قناه للشادوينج، تقدر تبحث في يوتيوب على القنوات اللي مناسبه لمستواك وهتلاقي 3000 قناه بنفس مستواك. اختار اللي يريحك وكمل معاه. ماشي يا عبد الله، عملت تانج تويسترز وعملت الشادوينج، اعمل ايه بعد كده؟ بكل بساطه سبيك. اقعد قدام المرايه وجرب انك تتكلم، او افتح فيديو زي ما انا بعمل مثلا على تيك توك. عامل حاجه اسمها ماي جيرني فلوينسي، بصور نفسي فيديو كل يوم، بفتح الكاميرا بعد ما بخلص السكادجول بتاعي، بعد ما اعمل تانج تويسترز، بعد ما اعمل listening reading، بعد ما اعمل شادوينج، بفتح الكاميرا كده وبصور بتكلم في اي موضوع عشوائي. طب لو انا ما عنديش مواضيع، بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك، هتفتح موقع اسمه راندوم توبيك جنريشن. الموقع دوت ممكن تعمل سبين وهيفتح لك 3000 موضوع عشوائي. اختار اللي يعجبك واختار اللي يريحك واتكلم فيه. وزي ما قلت لك في اخر فيديو اقول لك السكادجول بتاعي او الجدول اللي انا ماشي عليه اللي حواليني في 20 يوم من A2 للسوليد B1، وهو كالاتي: بعمل 10 دقايق تانج تويسترز، بس انا مش بشتغل على الكوانتيتي، انا بشتغل على الكواليتي. يعني انا مثلا عندي لسته كبيره قد كده فيها تانج تويسترز كتير قوي، انا بختار حرف واحد بحاول ان انا اتقن التانج تويستر بتاعه. يعني مثلا انا كنت شغال على ريد لوري يلو لوري، انا لسه ما ظبطتهاش بس لسه شغال عليها، فانا عايز اماستر دي الاول قبل ما انقل على اللي بعدها. انا مش مهم ان انا اعمل كتير، انا مهم ان انا اشتغل صح. من ربع ساعه لنص ساعه listening، والlistening في كميه قنوات كتيره تقدر تعمل listening ليها. انا شخصيا بعمل listening في channel ماي ستوري انيميتد، وبصراحه هي ممتعه قوي. وبعد كده بعمل ريدنج. انا بعمل ريدنج للكتاب ده اسمه هو موفد ماي تشيز. الكتاب ده انا كنت شفت الشرح بتاعه بالعربي، بس لما قابلني نسخه ليه بالانجليزي انا حبيت ان انا اشتريه واقراه، وهو بصراحه كويس قوي وانا اصلا قربت اخلصه يعني. بعد الريدنج بعمل شادوينج. انا بعمل شادوينج مع قناه اسمها شادوينج فور داميز. وبس كده، ده كان السكادجول اللي انا ماشي عليه: 10 دقايق تانج تويسترز، نص ساعه listening، نص ساعه ريدنج، نص ساعه شادوينج، وبعد كده بفتح الكاميرا وبتكلم في اي موضوع عشوائي عشان اطور الفلوينسي عندي. وبس كده، ده كان كل حاجه الفيديو النهارده. لو استفدت ولو بحاجه بسيطه ما تنساش بدعوه حلوه منك يا عسل كده. وبس كده، السلام عليكم.